كحك الساعة 2:30 بالليل يا أمنية. أيوة كحك الساعة 2:30 بالليل. أيوة هي ضربت معايا كده وخلاص والله العظيم، بعد ما نمت واتدفيت وخلاص وطفيت الأنوار وشغلنا القرآن الكريم والجو هدي والعيال ناموا. خلاص بقى ريحة الكحك ايه شمشمت معايا كده. خلاص هاكل كحك، يعني هاكل كحك. فقمت جايه قايمه كده، جالي مكالمه تليفون من اختي عايزه تتكلم كده. قلت يا سلام، حط التليفون ويلا بينا نعمل احلى حبه كحك. وهنا بقى كانت الاقدار بتقول لي لا يمكن تعملي كحك، بس على مين انا عملت كحك. حبيبه قلب اختك، لو لسه اول مره بتتابعيني ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد، وتستنيني كمان في لايف النهارده الساعه 9 بالليل. احلى لايف وهنعمل فيه احلى مفاجآت. يلا بقى اما اقولك. عملنا الكحك بتاعنا كيلو دقيق، وكان عندي حتة سمنة، وحتة السمنة دي عبارة عن 550 جرام. يعني ايه 550 جرام؟ ايا كان، هتعملي بسمنة هتعملي بزبدة، 550. عايزة الكحكاية بتاعتك تطلع دايبة كده وحلوة ومفيش منها كده. عندكيش لبن مش مشكلة، ما يخصناش اللبن، هنعمل الكحك بالمية. هنحط حبة سكر على الكيلو الدقيق. وزي ما احنا شايفين كده، قمت جايبه كان عندي زبده فرن، عندي نص قالب، حطيت نص القالب يعني نص كيلو ومعلقه واحده. وكمان عندي 3 معالق من السمسم الابيض، وهنا السمسم انا بحطه ني. وزي ما انت شايفه كده يا قلب اختك، هنزل بالنص كيلو. زي ما انت شايفه انا ما نزلتش بيها كلها، نص كيلو ومعلقه. وده انا معايراه كده تمام. وبما انه سخن فهبتدي اقلب. انا كده ما حطيتش اي حاجه غير السكر وال اللهم صل على النبي، السمسم. وادي الزبده، انا هنا عامله بزبده فرن تمام. اللي عندك اعملي بيه، عندك سمنه اعملي، عندك زبده اعملي، ما عندناش اي مشكله. كنت مجهزه ايه بقى؟ ظرفين من الفانيليا، وكيس واحد من الكيك شيف. حطيت بعد ما قلبت كده الفانيليا، نزلت باول ظرف. حبيبه قلب اختك، لو لسه ما حطيتيش اللايك حطي اللايك علشان الفيديو كده ايه يترفع معانا كده. وطريقه الكحك دي اقسم بالله كانت عامله قلبان وريحه ما في بعدها ولا قبلها. كيس كيك شيف. وانا هنا حطيت الكيس كله. هتقولي لك الكيك شيف هيخلي الكحكايه تتنفخ والرسمه هتروح والمش عارف ايه. سيبك من الكلام ده كله، خليكي معايا بس لحد اخر الفيديو وهتشوف انا بعمل ايه. واديني بقول المقادير بالراحه اهو. حطينا كيلو دقيق، عليه 3 معالق من السكر، عليه 3 معالق من السمسم. وحطينا السمنه، والسمنه بتكون نص كيلو. لو عايزاه مظبوط، لو عايزه الكحكايه معاكي دايبه، حطي 550 يعني نص كيلو ومعلقه. هنا بقى مرحله البس. نص كيلو معلقه. استنى اما اكمل لك الاول، وبعد كده تنزلي بقى بالسمنه بتاعتك وتبسي بقى تمام. انا حطيت الخميره وحطيت الحاجه بتاعتي كلها، وعجنت في الاخر بنص كوبايه ميه دافيه، نص كوبايه ميه دافيه والله العظيم، ما حطيت اكتر من كده. وبقى مش عجنت، لميت العجينه. لميت العجينه. الكحك ما بيتعجنش عشان ما يبقاش ليه عرق زي البسكوت كده وينشف منك. عملت احلى كحكايه زي ما انت شايفه اهي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر في الصاج. الكيلو عمل صاج وصينيه صغننه. عمل الصاج اللي معايا ده، الصاج ده متر في 90 وصينيه صغننه. زي ما انت شايفه كده، كانت العجينه ملبن في ايدي، ملبن كده والله العظيم. انا كان عندي ايه للحشو. انا اصلا ما كنتش مرتبه ان انا هعمل لا كحك ولا غيره. كان عندي ايه للحشو؟ كانت اختي بعتالي كيس بلح، كيس بلح رطب، هي اللي عاملاه في البيت. فانا قمت جايه جايباه وابتديت ان انا اشتغل بيه. وبعد ما اشتغلت بيه شويه لقيت البلح زي ما هو كده لسه صحيح يعني. فقمت جايبه برطمان الشوكولاته وحشيته شوكولاته حبه وسبت ساده حبه. المهم الجيش قال لك اتصرف، انا اتصرفت ما سكتش. شفتوا الكحكه؟ شفتوا النقشه فيه زي ما هي ازاي؟ انا هنا بقى كانت الكحك طلع الصاج، وكنت عايزه اوريهولكوا واتلسعت بدل المره 2. والله اتلسعت بدل المره 2. وهنا كنت فرحانه جدا جدا بيه، لان كانت الساعه بقت 3:30. والله عملته في ساعه. اللي عايز حاجه بيعملها
زي ما انت شايفه كده البانر بتاع القناه بتاعتي وقع. ما تنسيش بقى يا قلب اختك انت بتتابعي امنيه غزال، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد، وتشيري بقى القناه على قد ما تقدري. هنا بقى قالوا لي ايه يا ولاد، الطماطم هنا رخيصه في السوق، وانا كنت جايبه حبه ومكسله، قمت جايه حطاهم في قلب الحله وغسلاهم وسبتهم كده على نار هاديه لحد ما صفوا الميه اللي فيها، وجيت قمت جايه ايه في الخلاط، وقلت اما اضربهم وايه وافرزهم علشان رمضان كل سنه وانتم طيبين. بيقول لك الطماطم والبطاطس هتغلى جدا جدا جدا، يعني الطماطم هتوصل ل20 جنيه الكيلو. فقلت لا ما بدهاش، كل مرة كده انزل السوق اجيب لي بتاع 5 كيلو ولا 10 كيلو، وايه اصلصهم كده ولا اعملهم صلصة زي ما بتقولوا قولوا، وابتدي ان انا احطهم في الفريزر، بحيث ان انا لما يجي رمضان يبقى عندي الحاجة بتاعتي، وان انا محتاجش ان انا ايه انزل على قد كيلو على قد كيلو ونص اللي هو للسلطة، مفيش مشكلة. انا هنا بقى زي ما قلت بقى لما اخلص اللي ورايا كده و الساعة كانت الساعة 2:30 بالليل، اخلص بقى حبة الطماطم دول واضربهم كده وافرزهم. ولو لسه اول مرة بتتابعيني ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. ومعلش انا بتقل عليكي شوية كده وبقول لك تعملي لي لايك علشان تشجعيني ان انا اعمل فيديوهات اكتر واكتر، وكمان تجربي معانا طريقة الكحك دي. طريقة الكحك دي ممتازة 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 والله بجد، مش هتخسري حاجة. كيلو دقيق وكيس كيك شيف وكيس فانيليا وكيس خميرة فورية، وكمان نص كيلو من الزبدة او نص كيلو من السمنة. بجد الكيلو بيعمل لك حوالي كيلو ونص او 2 الا ربع. ما انت برضو ما تنسيش انت بتحطي نص زبدة او نص و50 جرام، غير كمان نص كوباية المية، غير الحاجات المكونات اللي انت بتحطيها التانية، فدي كمان بتقل معاكي في الميزان. لو حابه ان انت تعمليه كمشروع هتعمليه زي مشروع، والناس بتحب الحاجات دي قوي. المعجنات اللي بتبقى في البيت وخاصه في ايام الشتاء دي بتبقى حاجه خطيره خطيره خطيره. انا هنا بقى خلصت الحله بتاعه الطماطم زي ما انت شايفه يا قلب اختك، وقلت بقى ايه لما اخلصها ما سيبهاش تتحط كده المواعين تتراكم على بعضها، واجي اتفاجئ بكره بجبل كده مواعين في الحوض. اما اخلص كده قبل ما انام، وانا هنا يعني هي ما كانتش محتاجة حاجة، بس بمشي كده الايه السلكة في قلب الحلة ان هي ايه تبقى نظيفة، وما يبقاش ورايا تراكمات، وما يبقاش ورايا حاجة في المطبخ بتاعي يبقى نظيف زي ما دخلت فيه وهو نظيف اطلع منه وهو نظيف. تمام تمام. زي ما قلتلك اعتمدي طريقة الكحك دي، طريقة الكحك دي ممتازة ممتازة ممتازة، مش هتسليها كمان. قومي شوفي لو ناقصك شوية حاجة في الفريزر ما حطيتيهاش، الحاجة الرخيصة. لسه هنفرز البطاطس مع بعض زي فرزنا الطماطم اهو. احنا كمان هوريكي بقى الكحكايه بتاعتي طلعت دوبه دايبه كده دوبان مش عارفه اقولها، دايبه دوبان زي ما انت شايفه. شوفي بقى انا بوريكي اهوت الصاج بتاعنا. هي كل الحكايه بس في الكحكايه انها كبرت، بس شوفي النقشه بتاعتها زي ما هي، النقشه ما راحتش ولا اي حاجه. يقول لك ما تحطيش كيك شيف عشان النقشه هتروح، لا النقشه ثابته. بسم الله ما شاء الله الله اكبر زي ما انت شايفه اهو. شايفه هفتح قدامك الكحكايه، شايفه بسم الله ما شاء الله. حبيبه قلب اختك لو لسه بتتابعيني ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد، وكمان تجربي طريقة الكحك دي كمان وتقولي لي في الكومنتات كان ايه رأيك فيها وحلوة ولا مش حلوة، وتجربتك معانا كانت ايه. يا رب يكون الفيديو خفيف كده على قلوبكم ويكون سهل وبسيط. ولو عجبك كده الفيديو اللايك والشير مش هقولك تاني. وشوفي بقى هنا عملت كمان كحك سادة، انا هنا بوريكي ان النقشة بتاعتي لسه ثابتة زي ما هي. ما شاء الله الله اكبر، النقشة ثابتة زي ما هي، لا الخميرة ولا كيس الكيك شيف ولا كيس الخميرة عملوا فيها حاجة. الكحكاية دي كانت سادة. شوفي بقى من جوه مفرغة ما شاء الله والله كانت تحفة 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 تحفة. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.